الأستاذ يسري مصطفى، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة وكل المشاهدين طيبين. حضرتك رأيك ايه في مظاهر الاحتفال اليوم بعيد ميلاد شروق نيوز؟ والله هو شيء جميل، انا بحب اعداد الشباب واحتفالات الشباب، بيبقى فيها حيوية ونشاط وفيها ابتكارات، لان انا بحب الشاب الكسول، بحب الشاب اللي بيتحرك الحيوي، فبحبهم كده، فلما بروح الاماكن دي بتبسط، بحس ان ده رغبتي، بس العمليات اللي انا اعملها دي. ربنا يديك الصحة يا رب، ودايما نشوفك متألق على الشاشة. آخر أعمال حضرتك إيه؟ بالنسبة آخر أعمال حضرتك من 5 سنين، من 5 سنين آخر عام. بعد كده إيه هو فيلم ولا مسلسل؟ كان اللي هو اسمه حرب الجواسيس، ده اسمه حرب الجواسيس، حرب الجواسيس. حرب الجواسيس ده مسلسل جميل. هشام سليم وابراهيم يسري ومجموعة. يعني مسلسل مهم جدا. ربنا يديك الصحة ودايما اشوفك متألق وفي نجاح دائم ان شاء الله. ادعي ان مصر تتعدل وكل حاجة ترجع زي ما كانت، وادعي ان انتوا تقودوا حملة للانتقاد مصر. بإذن الله يا مصر دايما في امان وربنا حميها، هي مذكورة في القرآن. الامل فيكم شخصيا، كلنا قاعدين مستنيين، فان شاء الله ربنا يديك الصحة وهتعملوا ده بإذن الله. وحضرتك انا بجد يعني متشكرة جدا على اللقاء الجميل ده، نورتنا وشرفتنا. اخر كلمة بقى تقول ايه لجريدة الشروق نيوز؟ اقول لها كل سنة وانت طيبة، سنة سعيدة عليها، وان شاء الله تحقق كل اماليها ابتداء من السنة الجاية وهي طالعة. كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسلامة ودايما تكون معانا بإذن الله. شكرا لحضرتك.